واش أبطال، مرحبا بكم في فيديو جديد. الحصة الثانية بارت ثانية من البروغرام ديال 3 أيام في السيمانة. حيدنا الحصة الأولى دازت بسلام. الحصة الثانية الإخوان هي اللي ما غاديش دوز بسلام بالرجولة. الفقاعة راه كلشي كيعرف الحصة ديال الفقاعات كيفاش كدوز مع البروغرام اللي غتشوفو في هاد الفيديو. يعني راه العذاب، يعني راه جهنم برجولة. كيما كتشوفوا بديت بلي مولي، سخنت مزيان، بديت بلي مولي حيدتهم عليا حقاش في الاخر كنعكز عليهم وكنحس حتى لا خدمتهم ما كنعطيهمش حقهم مزيان صراحة. لي مولي واقع 4 ديال لي سيري كنحاول نلعب لي بوزيسيون ديال صباعي نشونجيهم. صعب خدمة كندوزو لي مولي بارك حتى هي كندير 4 ديال لي سيري كنلعب على ريبيتيسيون. صراحة الفقاد يعني تبدلات عندي الصورة ديال الفقاد، مابقيتش كنلعب على الثقل وليت كنلعب على الخفيف وريبيتيسيون. من بعد كندوزو للسكوات. قتالة هي هادا يا اخوان، قتالة بالرجولة. ما يمكنش، ما يمكنش. قبل ما انني نشوف، قبل ما نبداو انا حصه ديال الفخاط خصك تكون مهيئ ليها، جاي ناضي هو هذاك. ما تبداهاش وانت الصباح يلا فايق، تكون على الاقل فاقتي تحركتي دور دمويه دارات يعني. سيرتو حقاش الفخاط في هاد الحصه هادي كاينه لي ريبيتيسيون بزاف، خدمه صعيبه. يعني شنو غيطرا لك؟ الطونسيون، الدوخه، الطياره غتشدك، يعني غتزير، غتولي ما مكملش الحصه. فقاط كتهيئ ليهم البطال، ما تاكلش بزاف، ما تثقلش المعده ديالك، كتكون لازم موجد جاي، يعني كتحس راسك 100% مستعد باش تضرب واحد الحصه ديال الفخار. سير شوف هذا البروغرام اللي غتشوف في هذا الفيديو هذا. سكوات الاخوان درت 4 ديال لي سيري ولعبت على لي ريبيتيسيون، فهمتي؟ 30 نقطه قليله، فهمتي؟ من بعد كندوزو للسوبر سات. هاد القاتله هي التمرين هذا راه ما يمكنش. هنا دخلت لانجز مع سكوات. عاود علاش تقول عاوتاني سكوات؟ انا في البروغرام بغيت نقشر العضله الامامي، بغيت نطالع الصح، بغيت نعذب ديال بصح. كما كتشوفوا دخلت اللانجز هنا مع سكوات غنعاودها في السميش ماشين. كنجي يعني كناخذ واحد الوزن اللي نقدر نكمل به ليكزيرسيس، حقاش هنا راه ما يمكنش. راه هنا كيف مشيو جيت بليزانطير حطيتهم وغنمشي للماشين نضرب واحد 10 ديال ريبيتيسيون سكوات. يعني نحاول انني ما نطلعش طلعه واقفه، غير نعيي العضله ديال الفخذ ديجا اصلا مع السكوات كلا ولا صا. كنزيد دابا نزيد يعني صافي كنزيد نشرك هذيك الالياف العضليه ندمرها. من بعد كنرجع عاوتاني الاوزان اللي خدام بهم، وكنلعب عاوتاني لانجز. كنحاول نرجع منين بديت، نحطهم منين بديت. ملي كنرجع نحطهم منين بديت كنعاود نرجع عاوتاني لابار لا ماشين، وكندير واحد 10 ديال ريبيتيسيون سكوات. ما يمكنش شي غير هاد السوبر سات هذا اخوان. دير 5 ولا 6 سيريات، طلع دوش صافي، طلع دوش، ما دير شي حاجه اخرى. راه ما يمكنش هاد السوبر سات. الا كنتي كما قلت لك واكل متقل ولا ما جايش ناعس مرتاح ولا كذا، ما غاديش تكمل الحصه. بتجربه، ماشي كنهضروا بفراغ، تجربه يعني اخوان، تجربه ديالها بصح. من بعد كندوزو الليك بريس. الليك بريس هو هنا غنركز على الثقل. حاول رجلي لتحت، قديما مركز على العضله الاماميه. هنا كندير غندير هنا غير 2 سيريات، ولكن راه كل سيري بحال كنضرب في سيري في جوج. كندير كل رجل بوحدها باش كنركز على العضله. كنضرب 10 ديال ريبيتيسيون، كنشونجي الرجل ديالي، ولكن في نفس الوقت كنعاود نرجع عاوتاني الرجل الاخرى 10 هذا كيتسمى سيري. يعني 2 ديال السيريات كيكونوا معذبين. هنا كنحاول نركز على الثقل شويه. كان صافي العضله كلات العصا. هنايا ليك بريس كتكون سهله شويه في الخدمه ديالها، ما يمكنش الخفيف ما غاديش نحس به، ماشي بحال السكوات ولا لانجاز داكشي. هنا ما غاديش، هنا خاص شويه البوا باش نحسوا بالخدمه. يعني كتكون بارك مرتاح، ما يكونش واحد الضغط، واحد التحميل على اللومبير. كما قلت لكم 2 ديال سيري، كل سيري فيه 2. نصعب الخدمه، نزيد اوزان، نحاول نوصل الخدمه للعضله ديالي. من بعد كندوزو ليكستونسيون. هاد القتاله اكستونسيون. بعض المرات كنبدا بهذا التمرين هذا سيرتو في البرد، كنحس بالركبه ديالي ما مرتاحاش، العضله فهمتي باده. كنبدا بهذا الاكستونسيون، منها كنسخن رجلي مفاصل وكندخل الدم العضله عاد باش كندوز السكوات. دابا غير في الفتره ديال الصيف حيت كنحس راسي مزيان مرتاح انني باش نبدا السكوات، صافي كنبدا بالسكوات عادي. هنا في الاكستونسيون اخوان غندير واحد 4 ديال لي سيري العادام. كل سيري فيه على الاقل واحد 40 نقطه مع زياده ديال الاوزان. يعني بديتي ب 20 كيلو، كتضرب ب 10 ديال ريبيتيسيون، وكتزيد تقل عاوتاني الوزن وكتضرب 10 وكتزيد تقل 10 40. وليتي بروفيسيونيل كتبان تحس راسك صافي بروغرام يعني 40 واش تجيك ساهله، غدوبل. يا غتبدا الاوزان كنتي كتبدا من 10 الاولى، كتبدا من 20، غتولي تبدا من 25 ولا 30. كنتي كدير 40 ضرب الماكس 50.
على ذكر أنك تزيد، راه إخوان راه ماشي كنقول الوزن خفيف يعني كتبقى غادي عليه مدى الحياة، راه يلاه بادي كدير أوزان خفيفة، كتعلم لا تكنيك، كضرب لي ريبيتيسيون مع الوقت أصلا نتا ريبيتيسيون غتولي دير بأوزان ثقيلة، يعني بحال دابا نقول مثلا أنا كنضرب 30 نقطة ب20 نقدر مع الوقت ندير 40 كيلو نضرب 30 نقطة، أهم شي أنني كنوصل الخدمة للعضلة يعني ماشي كنزرب على راسي وصافي، كيكون الفرق. راه هنا حاولوا أنكم ملي تكونوا كترينيو حاول أنك تجرب تحس بالضغط ولا البوزيسيون ديال الخدمة فين واصل، واش العضلة ولا المفاصل والعصب. هنا كندوز لهاد الهاك سكوات، هنا وهاد السكوات إخوان هادي صراحة قاتيلة ديال بصح. هنا راه كندير واحد الوزن معقول، هنا راه كنحاول أنني ديك النزلة كنديرها في 10 ثواني، يعني 10 ثواني كتنزل صراحةً واعرة. هنا القوة العصبية كتلعب على القوة العضلية، القوة العصبية حتى هي كتعطيها حقها، يعني ماشي كنبقاو غير العضلة وصافي، راه ميمكنش بحال قوة التحمل راه مكيمكنش سيرتو شتو البروغرام في الأول، يعني ماشي غنبدا هي الأولى راه حتى قتلت صافي عييت ديال بصح، ودزت باش نخدم هاد ليكزارسيس هذا كيما كتشوفوا، كنحاول أنني ننزل في 10 ديال الثواني، كندير داكشي ديال النقاط اللي نقدرش عليه. سي بون ملي كنحس راسي سي بون صافي يعني مابقاش عندي فين أنني نبقى نازل في هاديك 10 ثواني، كنحاول ندير واحد نجبد عاوتاني هاك سكوات يعني ريبيتيسيون عاديين يعني بلا ما كنزل امبوزي، داكشي اللي غنقدر 5 6 10 فهمت، يعني ماشي يعني لا ماشين في سيري واحد راه ما نزلش إلا ما حسيت راسي صافي وصلت للماكس ديالي يعني ما بقاش عندي فين أنني غادي نزيد شي نقطة، أما إلا كنت نحس راسي باقي غنزيد ما نحبسش. دابا كيما كتشوفوا دابا أنا وليت خدام عادي، كنزل كنطلع عادي صافي، حقاش البوز ديال نزل في 10 ثواني مبقيتش قادر عليها. سي بون دزنا أخيرا الهامسترينغ، كيما قلت لكم أنا ركزت على الفخذ قدام الإخوان برجولة، عضلة يعني صعيبة ركزت عليها مزيان عطيتها الفخذ اللور صراحةً، يعني غير بهاديك اللانجز اللي دخلت مع السكوات غير هاديك إلا خدمتها كنغد لي كنحس الفخذ اللور واكلين العصا يعني مابقاش تحرك بيه. هادشي علاش يعني غندير لها غير تمرين واحد بهاد لا ماشين هادي، كتكون هاد لا ماشين بارك ولا على حساب اليسار ضروري هامسترينغ راه لي ماشي راه من الأساسيات ضروري كتكون هنايا، ولكن عطيتها حقها هي برجولة 4 ديال لي سيري، راه كل سيري كنضرب الماكس مكنحسبش في الهامسترينغ ما كنحسبش، وحتى لي بوزيسيون ديال الرجل كنحاول نلعب بها بحال دابا في الأول كيكونوا صبعاني بحال متكين كيشوفوا في الأرض، كنضرب بحال 10 ديال ريبيتيسيون من بعد كنعاود نهز صباعي نوقف بحال كيشوفوا في السما وكنضرب 10 ديال ريبيتيسيون. كان هذا هو البروغرام ديال البارت الثاني الحصة الثانية ديال الفخان، نشوفكم إن شاء الله في البارت الثالثة، نتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو.